شايفين الطاجن الجميل ده؟ ده كباب علي ناضج، بيتباع في مطعم الشيف براك ب1450 جنيه، ومش بالحجم ده، يعني يكفي يا دوبك فردين بس. ده ما شاء الله يكفي أسرة. طبعا عايزة أقول لكم إن ده اختراع تحفة جدا جدا يا جماعة. لو جربتوه بجد مش هتبطلوا تعملوه، هيشرف سفرتكم قوي في رمضان وفي أي وقت، يعني في أي عزومة. او حتى انتوا عزموا نفسكم يعني اسرتكم عليه. بصراحه جميل جدا ويستاهل التجربه بجد. بصوا اللحمه فعلا يعني تحفه. صوص مميز قوي قوي قوي. الطشه اللي بتحط عليه في الاخر دي رهيبه، طعمها جديد ويتحب، يعني مش اي حاجه طبعا تبقى حلوه، بس يعني لا، اختراع جميل جدا. هيعجبكم قوي لو عملتوه ان شاء الله. بصوا الطريقه ندخل عليها بقى بسرعه. هنا هنجيب قطعتين زبدة صغيرين كده بحجم الكوين، ومعاهم معلقة زيت زيتون، وعلى النار بننزل بعد كده بنجيب اللحمة، بنقطعها مكعبات صغيرة كده، وبيفضل يعني قطعية تكون مجربينها، تكون أصلا سهلة السوا، سريعة السوا. مبقاش الحاجات اللي بتبقى محتاجة سلق ووقت طويل في السوا، لا نجيب قطعية سهلة التسوية يعني. هنبتدي بقى نحط اللحمة بتاعتنا ونقطعها كده مكعبات، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، يعني وسط. تمام كده. وبنبتدي بقى نسيبها. نحط لها هنا ملح وفلفل اسود وبابريكا. بنتبلها بس بالملح والفلفل الاسود والبابريكا. احنا مش بنزود التوابل كتير يا جماعه، علشان زي ما قلنا اللحوم ما بتبقاش عايزه ان احنا نزود لها توابل كتير، علشان تحتفظ بطعمها، يعني هي نفسها طعمها بيبقى حلو. فلو حطينا عليها بهارات كتير او توابل كتير بتضيع الطعم الحلو المستحب بتاع اللحمه. فهم هنا بس ملح وفلفل اسود وبابريكا، رشه بابريكا كده على كل اللحمة. بنوزعها على قطع اللحمة كلها، وبنبتدي بقى نقلب اللحمة. احنا عايزين اللحمة تنزل المية بتاعتها، بنقلبها بحيث ان هي على كل النواحي. واول ما بنلاقي كده اللحمة بدأت تنزل المية بتاعتها، بصوا بنقلبها على كل ناحية علشان نضمن ان هي كلها خدت تشويحة كده، يعني كل من جميع الجوانب خدت تشويحة. اول ما بنلاقيها نزلت المية بتاعتها كده، بنبتدي نجيب 3 فصوص ثوم مهروسين، وبنحطهم ونقلب. تمام. بعد كده بنحط لها مية، حوالي كوباية مية كبيرة. ماشي، نحط لها كوباية مية كبيرة في المرحلة دي، ونبتدي بقى نسيبها تستوي. هنسيبها براحتها خالص، نكون احنا حضرنا بقية الوصفة، نغطيها ونسيبها تستوي. هنجيب بقى البتنجان الرومي بتاعنا الجميل ده. هنجيب كيلو، على الكيلو اللحمة دي جبنا كيلو بتنجان رومي، وهنبتدي نعمل فتحات في البتنجان بالشكل ده. طبعا الفتحات دي يا جماعة مهمة قوي، لان هي بتسرع عملية التسوية بتاعت احنا هنشويه في الفرن. تسوية البتنجان في الفرن حلوة جدا، الشوي بتاعه في الفرن بيدي نتيجة بصراحة مرضية. انا مبحبش اعمله فوق البوتاجاز يا جماعة، علشان بيبقى اصلا مبيبقاش حلو، وبيدي طعم بيبقى وحش جدا، طعمه مبيبقاش حلو خالص. ما بحبوش خالص في الفرن، ما بحبوش خالص، اسفة، على البوتاجاز من فوق، بحبه بس في الفرن. هنا هنبتدي نعمل الصوص ده. هنجيب 1.5 كوباية زبادي، على نص كوباية او اقل شوية من الطحينة. هنتبل بعد كده بالملح والفلفل الاسود. تمام. وهنحط كمان الثوم، 3 فصوص ثوم مهروسة، او لو كبار يبقى فصين كبار ثوم مهروسين. قلب كويس جدا. وبرده هنا هنزود معلقة من الخل الابيض. تمام، ما ننساش معلقة الخل الابيض، بتدي طعم مميز جدا. بنقلب قوي وندمج المكونات كويس جدا مع بعضها. بعد كده هنلاقي طبعا بعد ما البتنجان يستوي في الفرن هنطلعه. بصوا هو بيبقى طري كده وباين عليه ان هو استوى في الفرن. اول ما نلاقيه وصل للمرحله دي بنشيله ونبتدي نقشره. لما بنقشره هنا بقى بالشكل ده يا جماعه، فعلا بيبقى سهل جدا، سهل جدا يطلع القشره بتاعته. بنشيل الراس بتاعته دي ونقشره، بنلاقي القشره يعني بيتشال معانا بمنتهى السهوله. شايفين
القشر بيتشال معانا بمنتهى السهوله. طبعا هنا عشان انا لابسه الجوانتي فمش حاسه بالحراره قوي، انا برضه سيبته يستهدى شويه. لما خرجته من الفرن سيبته يبرد شويه، هو لسه طبعا سخن يعني، بس ما كانش يعني يلسع يعني ولا حاجه. شلنا بقى منه كل القشر ده. بصوا بيتشال بسهوله جدا لما بيوصل لمرحله التسويه ديت. تلاقيه كده كرمش كده، وحسيتوا انه تحطوا ايدكم عليه كده خلاص بقى طري، يبقى في المرحله دي خلاص تبتدوا تشيلوه وتسيبوه يستهدى شويه، وبعد كده تقشروه. تمام يا جماعه. بعد كده بنجيب بقى كل الكميه ونبتدي نهرسها بالشوكه. بصوا انا بهرسها بالشوكه، او ممكن تهرسوها بالهاند بلندر، بالهراسه بتاعه البطاطس دي زي ما تحبوا، بس المهم توصلوا للقوام اللي انا هتشوفوه دلوقتي معايا. انا ما بحبهاش ان هي تبقى ناعمه قوي ولا خشنه قوي، قوام معين عايزينه في الوصفه دي، بحيث ان هو يتاكل، يعني يتاكل كده بالشوكه يبقى ظريف جدا، ما يبقاش لا مهروس مهري خالص ولا قطعه كبيره ما نعرفش ناكلها. بصوا بالشكل ده، شايفين انا عايزه اطلعه الشكل ده. لو تحبوا ان انتوا عايزين اكتر من كده ممكن تستخدموا الهاند بلندر وتنعموه عن كده. تمام. بعد كده بنبتدي ناخد بتنجان بقى اللي احنا هرسينه ده، نحطه على الصوص بتاع خليط الزبادي مع الطحينه، نقلب كويس جدا بحيث ان احنا ندمج الطحينه والصوص بتاع الطحينه والزبادي مع البتنجان. تمام كده، نقلب كويس قوي لغايه لما يمتزجوا تماما. عايزه اقول لكم يا جماعه احنا لغايه هنا لغايه دلوقتي احنا بابا غنوج يعني تمام، بس الطشه اللي هنحطها في الاخر هي دي اللي هتديها المذاق الخاص. بصوا شايفين القوام اللي بقول لكم عليه بتاع البتنجان، هو ده اللي مطلوب. بعد كده في طاجن، حبيت اقدمها هنا في طاجن عشان هي بتتباع كده. تمام. اوريكم بقى الفرق ان احنا عملنا يعني الطاجن ده بحوالي تلت تمنه وكمان حجمه اكبر. بنحط بعد كده الصوص ده، الخليط اللي هو بتاع البتنجان مع الطحينة والزبادي، بنبتدي نفرشه في الطاجن. تمام. طبعا زي ما قلت لكم هو لغايه هنا بابا غنوج، لما هيتحط عليه الطشه هيبتدي بقى يدي الطعم المميز خالص بتاع كباب علي نازك. تمام. بعد كده طبعا في المرحله دي اللحمه اهي، بصوا خلاص استوت، باخدها وهقوم حطاها على الطاجن واوزعها كويس قوي كده. اللحمه استوت وبقت تمام كده. انا مش خلاص مش هحطها في الفرن تاني يعني. هاجي بقى هنا في الطاسه وهحط مكعبين زبده ومعلقه صغيره زيت زيتون. بصوا انا هنا يعني الطشه دي ممكن ما تبقاش محتاجه توم، بس انا هنا حبيت ان انا اعملها برضو بفصين توم مهروسين كده، علشان انا بحب الطشه دايما يبقى فيها توم، بس انتوا ممكن على طول تحطوا ما تحطوش توم وتحطوا البابريكا بس. هنا المفروض ان انا هحط البابريكا دلوقتي على الزبده والزيت الزيتون وخلاص. لكن انا هنا حطيت بس ايه، فصين توم صغيرين كده علشان يدوا نكهه حلوه للطاجن، بس هو في الوصفه الاساسيه ما بيستخدموش فصين التوم في الطشه دي، بيحطوا بابريكا على طول. انا هنا جودت شويه كده يعني، وعملت بقى فصين التوم دول اديتهم لون مصفر شويه. اول ما ياخدوا اللون المصفر ده بنزل عليهم بالبابريكا. تمام. بس كده كده عندي الطشه كده جاهزه. مش عايزه اقول لكم هي قلبه ريحه البيت قد ايه تحفه جدا يا جماعه. باخدها بعد كده وانزل بيها على الطاجن الجميل بتاعنا ده. فعلا خطيره يا جماعه، والله تحفه تحفه تحفه. يعني اللي ما بياكلش لحمه فعلا هياكل لحمه بعد كده ان شاء الله. تمام يا جماعه، وان شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفا وبون ابيتي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.